واللي عنده نص صينيه رز زي دي كده وعنده 3 4 معالق لحمه ما يعرفش يعمل غدا لاولاده يعني بعد الغلا اللي احنا فيه ده، لا ان شاء الله هنعمل احلى غدا ومفيد وكمان مميز واولادنا هيحبوه. هنعمله بطريقه شيك وحلوه وهتعجبكم وهتعجب ولادنا ان شاء الله. معايا حوالي نص كيلو من الكوسه او كميه الكوسه اللي انت عاوزاها. بس يا مك كميه الكوسه اللي انت عاوزاها هتجيبيها وتجرديها كده بالمقوار وبعدين وتقطعيها بالسكينه من تحت وبتاع. تمام. اهم حاجه ان انا غسلتها قبلها وبعدها لان الكوسه عامه بتكون فيها رمل كده مهما. بس يا مك مهما غسلتيها بعد ما قطعتيها برضو بحس ان هي فيها رمل. المهم اغسليها كويس اهم حاجه وبعدين قطعيها تكون سميكه شويه مش رفيعه قوي بحيث ان هي تستحمل التسويه او السوى يعني بتاعتها وكده. اعملي الكميه اللي انت عاوزاها طبعا. وقبل بقى ما نخش في الفيديو وتعمقوا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه اللي ريمي البداوي. هاتي بقى حله كده وحطي فيها معلقتين زيت ومعلقتين سمنه من سمنه بلدي واعملي طريقه الكوسه بطريقتي. معلقه سمنه بلدي حلوه كده تستاهل بقكم يا مكه. بس يا ماما سيبي السمنه تقدح وبعدين قومي جايه نازله عليها بالتلات 4 معالق لحمه اللي عندك. دي كانت حته لحمه مفرومه كده عندي في الفريزر كانت بقيت حاجه يعني. فانا قلت يا خساره انا كده كده مش هتنفع كفته ومش هتنفع حاجه وقلت هعملها في الطاجن ده وهوريكم دلوقتي هتكون عامله ازاي. والله العظيم اقسم بالله كانت ريحتها فواحه وطعمها كان جميل وعجبت كل اللي اكل منها الحمد لله. جت هنشوح حته اللحمه بقى كده زي ما انتم شفتوها. هننزل عليها ببصلايه وحبه فلفل اسود وحبه ملح وحبه كمون وشويه بابريكا و7 بهارات. اي توابل بتحبيها حطيها وافتحي بقى مكان كده. بس يا مك وحطي فصين من الثوم لحد ما تشمي ريحه الثوم بقى كده هتتمزجي وانزلي بقى بالكوسه وشوحي بقى. وعاوزاكي تاكلي كوسه ما اكلتهاش قبل كده. والله انا 3/4 انواع الطبيخ كله انا بقيت بعمله كده اللي هو ني في ني يعتبر ني في ني بصراحه. لا في حته تانية قرن فلفل اخضر بقى شطه خضرا اللي هو الرفيعه مش التخين بيديكي برضو نكهه حلوه. بحب احطه على جميع انواع الطبيخ اللي انا بعمله خاصه لو بطاطس كوسه بسله الحاجات اللي زي دي يعني. شوحي بقى شويه كده وخلي الميه بتاعه الكوسه تنزل منها. غطيها وسيبيها شويه بس متسيبهاش عاليه. حطي بقى ورقتين لورا ولو عندك 7 بهارات حطي اي نكهه بتحبيها حطيها. مكعبين من الماجي الحاجه اللي ما بتحبهاش بتستغني عنها عادي جدا. ادي يوم وعدى وعملنا منه برضو اكله صحيه لولادنا مفيده فيها خضار وفيها نشويات وفيها خضروات وفيها بروتين وتنفع في الغلا اللي احنا فيه ده. نزلوا بقى بالصلصه بتاعتنا كيس كده او كيسين على حسب الحجم اللي انت مفرزاه كده. كانت الكوسه كانت اتشوحت شويه ونزلت شويه من الميه يعني. مش عارفه حكايتي مع الفلفل هتلاقيني لقيته محطوط فقلت والله راح اطرخ بس عامه هو اداها نكهه كويسه يعني. وطبعا انت مبهره كويس غطيها بقى زودها كمان كوبايه ميه وغطيها بقى وسيبيها لحد ما اهو لحد ما تتسبك مع بعضها. معلقتين اللحمه دول هينفشوا في قلب في قلب الصلصه وهيبانوا على فكره مش هيبانوا لا هيبانوا. اللي انا حطيته من شويه ده كان كمان فص توم. طبعا أنا كل ده وقت وبيعدي يعني. انا مثلا بسيبها شويه متغطيه بوريكم ان اللحمه حلوه باينه في الصلصه وكده. تبلي بقى اكيد طبعا محتاجه ملح مع الميه اللي انت حطيتيها. لو محتاجه ميه حطي سيبيها بقى ما تسويهاش كل السوا الكامل على البوتاجاز. تقدري طبعا تسويها كل السوا الكامل على البوتاجاز عادي بس انا عملتها 3/4 سوا كده عشان الربع الباقي هحطه في الفرن عشان هعمل احلى طاجن كوسه ممكن تكونوا دقتوه في حياتكم. بعد ما سبته شويه والميه غلت في نفسها كده بوريكم ان هي لسه جامده سيكه. اخدها بقى واروح على الترابيزه بتاعتي وهجيب البريمه او الصينيه او ايا كان الشيء اللي هتحط يعني وهقوم جايه حاطاه كده. هحط هنا حبه وهنا حبه. الطاجن الصغير ده مش بتاع نصيبه. الطبق الكبير ده بتاعنا وولادي. عاوزه اقول لكم انا اصلا مش بحب الكوسه. انا اصلا من النوعيه اللي مش بحب الكوسه في الصلصه وكده بس اقسم بالله هي كانت جميله وجذبتني جدا اللي انا اكل منها.
انا اصلا عاملاها، يعني انا عملتها وكنت حاسه كده ان انا مش هاكل منها كالعاده يعني، بس انا قلت عند اطفال صغيرين ان انا اخليهم يحبوا كل انواع الاكل، مفيش حاجه اسمها ما بحبهاش وكده يعني. فعشان كده قلت انا لازم هعملها، وحتى لو انا مش باكلها هحاول اكل. لا بجد انا اكلت منها كتير جدا. حطيت كمان نص كوبايه ميه كده في قلب الصينيه دي، وفي الصينيه دي او في البراند او في القارب ده وفي القارب ده يعني، وقلبتها كده حلو تقليبه كويسه، وعليها مكعبين من الزبده من فوق كده، اختياري طبعا يعني، حتت صغيره مش مكعبات كبيره، او معلقتين سمنه بلدي اللي رايحك حطيه. وهنا بقى لزوم الجرنشه قرن شطه مخلف يعني والد، يعني عنده فلفل صغير، وحطيتها بقى في الفرن شويه لحد ما عملت كده، هي بقت بالشكل اللي عندي كده. في الوقت ده طبعا انا سخنت الرز بتاعي، في الوقت ده انا سخنت الرز بتاعي. عملت طبق سلطه مثلا، عملت مخللايه، حطيت مخلله، طبق مخلل حلو كده، وهو يوم ما عدى وكان زي الفل، واكلنا فيه كل حاجه، نشويات وبروتينات وكل حاجه، وان زي ما انتم شايفين. زينتها بقى بعود كزبره كده، او شبت اللي هو الرفيع ده، شبت. عاوزه اقولك برضو اللي كان مديها ريحه حلوه جدا، مع انه محطوط اخضر وعلى الوش اهو، بس كان مديها ريحه جميله والله اقسم بالله. دي الصينيه الصغيره، والطاجن القالب الكبير اللي هو المربع ده برضو هيطلع دلوقتي. وقدميها بقى لاولادك بشكل حلو شيك كده، وهتعجبهم وهياكلوا منها ويقولك تسلم ايدك يا ماما. ويا جماعه الزمن اللي احنا فيه ده عاوز كده، يعني الزمن اللي احنا فيه ده عاوز كده والله. ربنا يعين كل واحد على حاله، وما يحوج اب ولا ام لحد ابدا يا رب. برضو نفس الموال اهو. اغرفيلك بقى طبق وهي سخنه كده وكليه، ما هيش حاميه على الصدر، مش بتجيب كده حرقان على الصدر زي اللي احنا كنا بناكلها زمان ولا الكلام ده، لا والله هي خفيفه جدا للناس اللي هم بيتعبوا، الناس الكبيره اللي بيتعبوا وكده. هتعجبكم ان شاء الله يعني، ان شاء الله تجربوها وتقولوا ان انتوا جربتوها وحلوه وعجبتكم. ما تسووهاش قوي قوي عشان هي لسه بتستوي من على البخار بتاعها كمان. وبس يكون الفيديو بتاعي خلص، ما تنسونوش في كلمه حلوه من قلبكم.